بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاب اليوم أتكلم عن القضية اللي هزتنا جميعا، فاجأتنا جميعا وأفجعتنا جميعا، وبالأخص إحنا أصدقائه وأخوانه وزملائه. قضية ماجد الهجرة. ماجد الهجرة أخي وصديقي وزميلي اللي كنا مع بعض في دفعة التربية الفنية في جامعة دمار، قسم التربية الفنية جامعة دمار. كل الزملاء والزميلات والأخوة والأخوات بيعرفوا دماغة أخلاق ماجد الهجرة وروعته وذكائه ومحبته وضحكته. ماجد الهجرة الإنسان اللي ما شفناش منه حاجة تزعلنا، واللي زعلنا يرجع يضحكنا. طبعا ماجد الآن هو في نظر المجتمع كله إنه قاتل. ماجد قاتل، بس في نفس الوقت ماجد ضحية مجتمع، ضحية قضاء، ضحية عم، وضحية خذلان، وضحية ذكاء. ضحية مجتمع لجأ له وما ساعدش، ضحية قضاء لجأ له وخذله، ضحية عم حسب ما قالوا وحسب ما وصلنا كان عنده جشع، وللأسف يعني كلهم أصبحوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإحنا ما نقدرش نحكم، الحكم لله سبحانه وتعالى. ماجد كان ذكي، وأنا من خلال يعني ملاحظتي الشخصية إنه دائما الأشخاص الأذكياء يكون عقلهم رقيق خيط. كثر تعاقب الصدمات والمعوقات والعوائق اللي بتجي لهم دائما تسبب لانقطاع هذا الخيط. كثير ما نسمع عن فلان انتحر، فلان فجر نفسه، فلان فعل جريمة. لما نشوف هذا الشخص نجيب هذا الشخص كان ذكي. مشكلتنا في هذا المجتمع انه الناس الأذكياء والناس اللي عقولهم بتكون رقيقة بيجننوا على طول، او بيلتذعوا، او من كثر الذكاء، بعضهم من كثر الذكاء بيلتذع. ما بالك انسان بيواجه معوقات وصدمات، هذا الصدمات النفسية بتأثر عليه، بتؤدي الى انه في الاخير يرتكب جريمة. وهذا اللي وصل له ماجد في الاخير لجأ الى انه يرتكب جريمة، وخذلان من الناس لجأ لهم. هذا ان كان لجأ الى ناس يساعدوه ما حد ساعده. انا واحد من الاشخاص اللي كنت قريب من ماجد جدا جدا جدا، بس بسبب الظروف وبسبب انتهاء الدراسة وابتعادنا كنا نتواصل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الاتصالات بين الحين والآخر. لكن للأسف ما كلمناش ماجد عن خلافه مع عمه أو زوجته. أنا ما كنت أعرف بهذا الموضوع. كنت سعيد جدا أن ماجد تزوج، أن ماجد خلف. فرحني لما سمى ابنه كرم وضحكت معه. قلت له يا ماجد يعني بتسميه كرم ماجد؟ على من بتضحك؟ وين الكرم اللي فيك؟ كان يضحك. للأسف إن إحنا لما علمت بهذا الكلام وتفاجأت أن زوجته كانت حانقة بعد ما خلفت ابنه، وجلس يطالبهم، وراح وجاء وقرأت الرسائل اللي مكتوبة بينه وبين الأشخاص وبين الشخص اللي كان يتراسل معه. ماجد أنا ما دخلت يعني في هذا الفيديو أن أنا أبرئ ماجد، أو أن أنا أقول لكم ماجد مظلوم، ماجد ضحية. لا، ماجد هو قاتل في الأخير، صديقي قاتل ولكنه ضحية. أنا في هذا الفيديو حابب أن أنا أوجه رسالة أنه علشان ما تتكررش هذه مع ناس آخرين. ماجد ضحية للمجتمع، ضحية لقضاء، وضحية لجشع، وضحية لناس لجأ لهم وما ساعدوش في الوقت اللي كان بحاجة إلى المساعدة، بحاجة إلى الوقفة الجادة. كثير ناس تتكرر معاهم هذا القضايا. أتمنى أن احنا نراجع أنفسنا ونشوف لما يرجع لك شخص أنك توقف معه، لأنه في الأخير ما يفيدش الندم لما يرتكب هذا الشخص جريمة بسبب الضغط اللي حاصل عليه. أنا أسأل من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لماجد وعمه وزوجته ويسامحهم ويسكنهم فسيح جناته، وأسألكم أنكم تدعوا لهم بأن ربنا يغفر لهم إن شاء الله ويرحمهم، رحمة الله عليهم جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم الوكيل على قضائنا وعلى مجتمعنا وعلى الخذلان اللي بنواجهه في بلادنا. وربنا لا يزيد ولا يكرر علينا مثل هذا المواقف وهذا الأوجاع وهذا الجراح. رحمة الله عليهم جميعا.